سلام عليكم. وفاة هرم الأغنية المغربية اليوم. إلى تفاصيل قبل ما نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد. توفي صباح اليوم الأربعاء المطرب المغربي مولاي الطاهر الأصبهاني، أحد مؤسس الفرقة الموسيقية الشهيرة جيلال، واحد أعضائها، عن عمر 75 عاما. واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بلون الحزن بعد تداول خبر وفاة أيقونة فنية ساهمت في كتابة تاريخ الغناء والتمثيل. ومولاي طاهر من مواليد مدينة مراكش المغربية أواخر الأربعينيات، اشتهر بصوت رخيم وعرف بلقب مايسترو الفرقة لدوره المهم فيها، وعرف عنه أيضا مشاركاته كممثل في المسرح مع الراحل الطيب الصديقي، وفي أفلام سينمائية وتلفزيونية، ومن أشهر أعماله المسرحية الحراز ومقامات بديع الزمان الهمداني. في نهاية، لا تنسوا أن تشاركنا برأيكم بتعليقات. نشكركم على حسن المتابعة.